قبل اي حاجة هتصلي على النبي الاول. 3 شباب عشان يكملوا دراسة والجامعة بتاعتهم قرروا اللي هم يفتحوا مشروع وهو اللي يصرف عليهم. عايز اقول لك اللي كل واحد بيتفرج على الفيديو ده ربنا جعله سبب في رزق الشباب دولت زي ما انا سبب في رزق الكلبة دي، وربنا يرزقنا جميعا وكل واحد فينا يبقى سبب في رزق التاني. لقيتها زعلانة مني في اول مرة جبت لها شوية لبن، الدنيا بقت تمام خالص. كل واحد من الشباب دولت حط السيول على امل ان المشروع يمشي معاه شوية. سكاي كافيه موجود في العجمي في بيانكي. بصراحة دخلت المكان قعدته رايقة قوي، ممكن تتجمع فيه انت واصحابك. عايز اقول لك اللي في اي حتة في المكان ممكن تتصور فيه، وفيه رومات خاصة للالعاب. حاضر انا اسف. كسفت كسفه وحشه بس شخصيه زي العسل. لو انت تبع ابو مكه هتاخد كوبايه شاي زرد عرباوي مجانا، ولو انت تبع ابو مكه هتلعب ساعه بلاي ستيشن مجانا، يعني هتدخل الحمام وهتشرب وهتلعب مجانا. لو انت لسه بتتفرج على الفيديو لغايه دلوقتي وعايز تساعد الشباب دولت فانت تصلي على النبي في كومنت صغير منك ودوس لايك بس. طبعا لو كل واحد فينا عمل الكلام ده هنقدر نساعد الشباب دولت والفيديو ده هيكسر الدنيا. اول حاجه جربتها هناك اكيد واحد القهوه، وطالما واحد القهوه شحن معاك في الكوبايه كده اعرف ان البنيه تمام. وتاني حاجه جربتها الميلك تشيك اوريو، وكان بصراحه شكله جامد قوي، وبصراحه قلت مفيش حد هيدوقه الا الشخصيه اللي زي العسل دي. بقول لك ايه، من غير ضرب دوق ده طعمه جامد قوي ربنا. طب بالانجليزي طعمه ايه؟ بيض ايه؟ بيض في نعام. ايه؟ انسان تعبان انا. حاضر السلام عليكم. الباريستا اللي موجود في المكان ده حكايته حكايه. قال لي يا ابو مكه انا هرسمك على الكابتشينو ده. قلت له ارسمني. بصراحه طلع شبهي بالظبط. بصراحه المكان جامد يا جماعه وممكن تتجمعوا فيه. لو مش هتقدر توصل للشباب دولت فانت تصلي على النبي في اقرب كومنت بس.